لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1023 لوانا كاين تفسير قرآني في رزبيم وخزمتان بمبست رزامندي رب العالمين وهي وادان يوي آزيش السودي دور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. بەڵێ خۆشەویستان هەر لە سیاقی و ئاتانی کە رب العالمین باز لە دوو ڕووەکان دەکا رب العالمین فەرمان بە پێغەمبەر دەکا صلی الله عليه وسلم کە پێیان بڵێ هل تربصون بنا إلى إحدى الحسنيين چاوەڕوان چ دەکەن لە ئێمە ئەوەی کەوا چاوەڕوانمان دەکات تەنها دووش تا هەردووشی هەر حوسنا و خۆشە ونحن نتربص بكم بەڵام ئێمە چاوەڕوان دەکەین لەنگۆ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده یان ئەوە تا الله تعالى سزاتان بدا بە موسیبەتێک لەلایەن خۆیەوە ئەو بئەیدینە یان بەدەستی ئێمە فتربصوا دەی چاوەڕوان بن إنا معكم متربصون ئێمەش بێگومان لەگەڵەنگۆ لە چاوەڕوانیدانە. لا تفسير رازي دڵێ مناسبەی ئەواتە لەگەڵ ئەوەی پێشووتر لما أجاب تعالى عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين كاتێک دوو ئاەت پێشووتر خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە باسی لەوە کرد کە منافقەکان دڵیان خۆش دەبێت بەو موسیبەتەی تووشی ئیمانداران دێ. ئیتر لە ئاەتی دواترێ خوای گەورە وەڵامی دانەوە ولو آتش وەڵامێکی دیکێ دەفەرمی وذلك لأن المسلم إذا ذهب إلى الغزو کاتێکەوە مسلمان دەڕوا لە بۆ غەزا لە پێناوی خوای گەورە ئەگەر بێت و تێیدا بدۆڕێ یاخود بکوژرێ ئەوە فاز بالاسم الحسن في الدنيا والثواب العظيم الذي أعده الله للشهداء في الآخرة. وهم لدنيا شرف وكرامتي شهادة بيدا بخشري وهم لقيامة أو باداش تقولي لبو شهيدان آماده كرايا. وإن صار غالبا أدي أجر سركوتوبي أوال دنيا دا فاز في الدنيا بالمال الحلال والاسم الجميل قاتل دنيا غنيمة حلال بدز دكوي وارها ناوشي ريكو بيكو وهي الرجولة والشوكة والقوة يتر رجولته شوكته وهروها دا صلاتي برجولته بشوكته بقوته وباز ذكره لآخرتيش أزر باداش شيء عظيم. بلام كسي منافق كاتك ولا مالي خوي دادا نشي كاتك والناس لبو غزا قعد مذموما يتر دانشتني لمال بمذمومية قليل كراوة منسوبا إلى الجبن والفشل وضعف القلب وهروها نسبة ذكر بكوات ترسنوكا كسي فاشلة كسي كالضلي لاوازة والقناعة بالأمور الخسيسة من الدنيا أو كسك قناعتي بكشتي زور كم هي لدنيا لبغيرتي ولو بابتانا على وجه يشارك فيها النسوان والصبيان والعاجزون من النساء إتر خوي دين تريزي آفرتانو مندالانو بكوتكان ثم يكونون أبدا خائفين على أنفسهم وأولادهم وأموالهم وهروها حتى لجيانش دا كسي منافق دا ترسي وكخوا يقول سورة المنافقون فرمي يحسبون كل صيحة عليهم يتر دا ترسي لخوي لمندالي لمالي لآخرتيش كدمرن فقد انتقلوا إلى العذاب الدائم في القيامة يتر أو زابروا عذاب بردوام دروا لقيامة
وإن أذن الله في قتلهم وقعوا في القتل والأسر والنهب وانتقلوا من الدنيا إلى عذاب النار. كواتا أجر خوايجر إذنش بإيمان دارام ذكوا بيان كوجي أو ديان كوجنو وهروها لدنياش سر شور دبن أو زابروا عذاب آخرة تجدرون. بقاع شرعين لمناسبة وآت لقر بيشتر دفرمي ولما تضمن ما سبق أن سراء المؤمن وضراءهم لهم خير كاتكوا لآت بيشتر خوايجر لبو ماني بيان كر كخوشي وناخوشي كبسر إيمان داران ده هر هموي بخير تواودبي من حيث الرضا بمر القضاء ويكوان لخوشي وناخوشي هر رازين بقضاء وقدر خوايجر أجر طالج بي موجب لإقبال القاضي إلى المقضي عليه بالرأفة والرحمة. كواتا كاتكوا أو إيمان دارانا رازين بقضاوة خوال سريان سبحانه وتعالى إتر لو حالتي بالتأكيد أو رازيبوني أوان برو تدروا برو أو كوا أو ذاتك قضاي لسركن قضاوتي لسر كردينا بالتأكيد رحميان بيدكاو برأفة ورحمة تعامليان لقلدكا. لا بشي كمئات كذا فرمي قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. تربصون يعني تنتظرون أو ينقول صاروا عندك الأئمة. وأصل التربص الانتظار والتمكث. أصلي تربص بمعنى صاروا عن كردنو ما نوده حسنيين أي العاقبتين اللتين كل منهما حسن. حسنيين وتأودوا عاقبتين هل يقلوان هرتساكا أو شان النصرة أو الشهادة يعني سركوتن يعني شهيد بون. وأصل الحسن ضد القبحي كوات الأصل لغتوش حسن دجي قباحة ناشرين كوات معنى كوالي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمنافقين الذين يفرحون بما يصيبكم من مكروه بو منافقان بلي كدل يان خوش أبو مصيبتان كبسرن قودين ما تنتظرون بلا إلا أن تصيبنا إحدى الخلتين. أنقول صاروين سيدا كان لئيمة إلا يقلو دو حالة بسر ماندي اللتين هما أحسن من غيرهما أو دو حالة هر يقلوان ساكترين حالة لغير خوي أوشان النصر أو الشهادة سمان بسر يعني أنت سركوتون بدز دينين يعني شهيد بون. ابن عاشور ده الاستفهام مستعمل في النفي بقرينة الاستثناء كواتا هل تربصون طبعا بس استفهاماتيا لبو معنى كشي نفي ببلغي أو كوا استثناش تدا ومعنى الكلام توبيخ لهم كواتا معنى آتك سرزانش كرنا لبو أوان وتخطئة لتربصهم وهروها بهلدانان يانا لو تصاروان كرني لإيمان داران تصاروان دكن لأنهم يتربصون بالمسلمين أن يقتلوا دائما تصاورون كان المسلمان هم يدكوا جرين ويغفلون عن احتمال أن ينصروا بأجان لو يأدي احتمال وشيخ نصرة الشيان بدري فكان المعنى لا تتربصون بلا إلا أن نقتل أو نغلب وذلك إحدى الحسنيين. كواتا دي حالتي توابا تصارواني تان لئيمة با أو دو حالة بزيادة النية يانا وتا بسردك يانا وتا شهيدي بدز دين كاردوشيان حسنانا. لحديث يقدا إمام مسلم رواتك أبي هريرة خوالي راد دفرمي في صلى الله عليه وسلم فرموي تضمن الله لمن خرج في سبيله. الله تعالى ضمانتك لبو أو إيمان داري لبيناوي أو دردسي لبو غزاء لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي أو كسيكوا كاتك دردس لبو جهاد بونيتا لبيناوي الله دربسي وهروها إيماني بذاتي خواي قورو بو پاداشتي هيو وهروها بتصديقا برسلي وهروها لو دردس لبرو پیغمبران براز دزاني فهو علي ضامن يتر الضامن لسلمن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه يعني وتا كذا كجري برو بهشتي دبم يان دي جيرمو مالكي خوي كوالي درتوا نائلا ما نال من أجر أو غنيمة يتر كذا دي قرين مو بسلامتي أو إكوا بدستي شيهاتيا
لەو ئەجر و پاداشتی جیهادە و لەو غەنیمەیەکەوە بەدەست هاتێ ئینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ والذي نفس محمد بيده قسم بەو زاتەی نفسی محەممەدی بەدەستە ما من كلم يكلم في سبيل الله ما من كلم يكلم في سبيل الله هر برينك لبيناوي الله تعالى برين دار دبي إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم سبحان الله روج قيامته ده وكو تازة برين دار بوا لونه لون دم وريحه مسك رنجي أوي كواليدة خينة وبونكش بوني مسكي لده والذي نفس محمد بيده قسم بوزاتي نفس محمد بدسته صلى الله عليه وسلم لولا أن يشق على المسلمين أقل أو نبي مشقة لبو مسلمان دروز بكم ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا هر سریەیەک دەرچوو با لە پێناوی خۆی لەگەڵی دەردەچوو بەڵام ئەگەر پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەربچێت با ئیماندارانش هەر دەربچن لەگەڵی لێ نەبادا مەشەقەت دروست بکەم ئەگەر نا لەگەڵ هەموو سریەیەک دەردەچوم لە پێناوی خۆی گەورە ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ئیتر بەڵام هەر جارێ من دەربچم ئەو توانام نییە هەموو لە بۆ هەمووان ئەو پێداویستیانەی چەک و تفاق پەیدا بکەم لبوي لقلم دربسن وبخوشيان زوربيان نيتيان ويشق عليهم أن يتخلفوا عن لو حالته بخوشيان نيتيان لصدل الشان قرصة أقل لقلم درنسن لبر هندي أمن لبوهم سريش درناسم أقرنا والذي نفس محمد بيده قسم بوزاتي نفس محمد بدسته لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل قسم بوزاتي نفس محمد بدسته صلى الله عليه وسلم پێم خۆش بووە بچمە غەزاو لە پێناوی خوای گەورە بکوژرێم دیسان زندی ببمەوە غەزای بکەم و بکوژرێم دیسان زندی ببمەوە غەزای بکەم و بکوژرێم سبحان الله سێجار لەسەرێک وا دەفەرمی بەڵێ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا کەواتە ئەنگۆ چاڕوان چ دەکەن لە ئێمە تەنها یەک لەو دووەی کە هەردووچ حوسنایە چاکترین حاڵەتە یان شەهید بوونیان سەرکەوتن بەڵام ئێمە چاڕوانی ئەوە لەنگۆ دەکەین کەوا الله تعالى عذاب تامدا لەلایەن خۆیەوە یان بەدەستی ئێمە ئەی ونحن ننتظر بكم أيها المنافقون وإيما چاڕوان دەکەین دەربارەنگۆ ئەی منافقەکان أن يصيبكم الله في الدنيا بعقوبة من عنده خوای گەورە سزا تامدا عقوبەیەک لەلایەن خۆیەوە أو بعذاب بأيدينا يعني بعذابك بەدەستی ئێمە فيسلطنا الله عليكم فنقتلكم إن أظهرتم نفاقكم بويكوا أخوي قولا مسلط ما بكالا سرتان بويكوا بتان كوجين لكاتك دانقو نفاقك كتان بدر بيخن لتفسير منار ضلي ولم تذكر هاتان العاقبتان للمنافقين بصيغة الحصر كعاقبتي المؤمنين كواتا لێرەدا کە باز لە عاقبەتی منافقەکان دەکات بەو دوو عاقبەتەیان خوای گەورە سبحانه وتعالى سزاتان دەدا لەلایەن خۆیان بەدەست ئێمە دەڵێ بە سیغەی حەسر نەهاتێ وەکو بە سیغەی حەسر لە بۆ ئیمانداران هات هەر ئەو دوو حاڵەتەی و زیاتر نییە بەڵام ئیوان بەو شێوەی نەهاتێ لەبەرچی لجواز أن يتوبوا عن نفاقهم جائزة هەندێک لە منافقانە تەوبەی بکەن و ئیمانش ڕاست دروستیان هەبی لو فعلا دڵێ هەندێک لەوانە تەوبەشیان کرد و اعترافیشیان کرد بۆی کەوا پێشترێ لەسەر حاڵەتێک بووینە خوای گەورە هیدایەتی داینە فتربصوا إنا معكم متربصون فتربصوا دەی ئەنگۆ چاوەڕوان بن وەکو ئەبی حەیان دەڵێ ئەمر يتضمن التهديد والوعيد وەکو هەڕەشەیەکە دەی ئەنگۆش چاوەڕوان بن إنا معكم متربصون أي وإذا كان الأمر كذلك إذن فانتظروا أجر ما دام أو حالتي تساروان إيما دكاو أو حالتش تساورين جو دكا دي ما دام بتساروان بن ونحن معكم منتظرون ما الله فاعل بنا وبكم فإيمش لتسارواني دين زين داخو الله تعالى تي بسر إيما وتي بسر انجو ديني فكل منا سيصير إلى ما تربص به الآخر إليه هر يقل إيما تساروان تي بسر بران بركيدي ابن تيمية رحمة خوالي لجامع المسائل دلي أخبر تعالى أن المؤمن لا ينتظر إلى أحد الحسنين الله تعالى خبري بيدين كوا إيمان دار تصاروانا كتنها يقلو دو حالتين بكوا هردو شي حسنايا
يان أو تنصرد يان أو تا الشهيد بون بهشت. فالمؤمن المجاهد إن حي حياة طيبة، أجر بجيه جيان يشيت ساق دجيه، وإن قتل فما عند الله خير للأبرار. كبش كجري أو كوات صار وين دكا للا الله تعالى بالتأكيد زور باشترى. لعذب النمير شنقيت لهذه الآية الكريمة من أعظم الآيات التي تجعل المسلم يشتاق إلى الجهاد غاية الاشتياق. كتو أعتبر استوال إيمان دار دكا زور ببروج بي لبو جهاد كردن أو بري بروشي، لأنك لا تجد في الدنيا رجلا لأنك لا تجد في الدنيا رجلا مآله إلى خير عظيم على كل التقديرات إلا المجاهد في سبيل الله. كلا دنيا نابيني كسك هبي كعاقبة تكيلب أو خير جوري بيتن إلا مجاهدنا بلبناي خوي جورا. أجر بمري أو طبعا بالشهيدي دمري أمنيته هواء الدنيا وآخرتي ديتجي وهروها فوز جياني أبدي بدزديني رزلناني كوا هاوشيوينية لبو شهيد كان خوي جورا سبحانه وتعالى بيدا بخشي. وأجر بسري شبيه خيتن بسدوج منكي أو بسركوتوي بغنيمة دقريته وكوش عاقبته شيتساكا. وهذا لا يكون لأحد إلا للمجاهد في سبيل الله. أوش لبو كسنية تنها لبو كسانك كواجي هذا كان بناء الله تعالى. فمن تأمل معنى هذه الآية الكريمة هركس كبير لمانا أو آت بيروز بكاتو اشتاق لا محالة إلى الجهاد في سبيل الله. بالتأكيد كبير لو آت بكيو أو تصاوروان كياخد اشتياق بروج دبي لبوي كواجي هذا بناوي الله تعالى بكي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.